السلام عليكم متتبعين قناة أم أحمد من وهران. اليوم جبت لكم هذه الوصفة تاع اللوبيا بالدجاج. تحس براكي تاكلي في اللوبيا باللحم تاع الغنمي، باللحم تاع الخروف. اللي بغات تعرف على السر تاع اللوبيا تاع اليوم، نقولها تبعي الفيديو حتى الاخير. نقول بسم الله وعلى بركة الله نتعرفوا على الوصفة تاع اليوم. الوصفة تاعنا فيها اليوم فيها راكم تشوفوا في هذا الليدام. هذا الليدام منين نديروا اللحم هكا ولا نطيبوه في الكوشه، يبقى هذاك الليدام تاعه انا ندسه ونطيب به. درت حوالي نص مغرف. وعندي هنايا الشحم تاع الكلوه، درت كميه تاع الشحم تاع الكلوه. هذا الشحم هو اللي غادي يعطيك البنه تاع الخروف. وتابعوا باش تعرفوا، كملوا الفيديو باش تعرفوا الاسرار اللي باقيين. عندنا هنايا لي كويس تاع الدجاج، كل وحده وعلى حساب افراد العائله تاعها. الا عندك عائله كبيره ديري على حسب العائله تاعك. الا عندك عائله صغيره ديري غير كويس واحد، غير فخذ واحد. نقلوا مليح هذوك لي كويس تاع الدجاج. نزيدو هنايا نديرو زوج حبات تاع بصل يكونوا كبار شويه، ضربيهم في الباتير ولا رابيهم. انا ما نفضلش الرابي صراحه، ما نطيبش بالبصل رابي، طيبه كيما كنضربها في الروبو يقطعها لي كيما هكا على قطع صغيره. ونديرو هنايا مغرف تاع الثوم كبيره كيما شفتوني. هنايا راني دايره في هذاك البول، راني دايره حوالي زوج تاع الحبات تاع الثوم. ندير هنايا عندي حبه تاع طوماطس مقطعه على 4، وعندي زوج حبات كروطه. ونديرو هنايا المغرف تاع طوماطيس تاع القوطي، طماطم مصبره. وعندي هنايا المغرف تاع الحرور، ماشي المغرف، نص مغرف تاع حرور ونص مغرف تاع سكنجبير. هذا المغرف اللي راني ندير بها تاع الماكله. وعندي كيما تشوفوا تاني نص مغرف تاع الكركب مطحون اللي هو الكركم. نديرو هنايا شويه زيت. انا حسيت هنايا في الكيكوطه تاعي حسيت خاصها شويه تاع زيت، نشفت لي خاطر هذاك اليدام اللي درته الاولى ما قدش، زدت هنا شويه تاع الزيت. مشتوني مش كيما شتوني، على بالي مانيش باغيه نديرها ميدمه بزاف. نديرو هنايا القزبر، الربطه تاع القزبر، ونخلوها تتقلى مليح. شوفوا السر تاع اللوبيا تاع اليوم، البنه تاعها وين راهي في التقليه. قلوا اللوبيا تاعكم على غرضكم كيما نقولوا. درنا هنا تاني شويه فلفله حمراء على جال البنه واللون. وخلوا خطره على خطره قولي تحركي فيها كيما هكا كيما تلاحظوا فيا. هي السر تاع البنه تاع اللوبيا تاع اليوم باش تجيكم بنينه. والاغلبيه تاع النساء كاع تقول لك كي تقولي لها ديري اللوبيا بالدجاج تقول لك ما نديرهاش لاخاطش تجيني صامته، ما تجينيش بنينه. بالدجاج ما تجيش بنينه، بصح باللحم تاع الغنمي تجي شابه. اما اليوم غادي تخدميها بالدجاج وغادي تجيك بنينه. والسر تاعها كيما قلت لكم تبعوا الخطوات اللي غادي نخدمها بهم باش تخرج لكم كيما راني باغيه نوصل لكم الفكره. نقلو مليح، قليها غايه الغايه. هاد حتى دي وقتك حتى 20 دقيقه وانت تقلي فيها. راكم تشوفوا البصل هنا عندي داب غايه. شيرات انا الملح ضفته حتى زدت الماء. نتوما الملح تنجموا تضيفوه في هذه المرحله، شويه ملح. نقلوه مليح مليح مليح. هذاك البصل والثوم وهذوك لي زيبيس وهذا الدجاج ومام هذاك الشحم غادي تقعد كيما هكذا كيما تشوفوا فيها، غير تطلق واحد البنه وصاي. ما غادي لا تتفتت لا والو، ما تطلق الشحم تاعها في اللوبيا لا والو. هنا اللوبيا غسلتها مليح، نقيتها قطعتها. شغله نسيت ما درتهاش في الكسكاس، معليش. ندير دروك نحطها من نتقلوها مليح 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 حتى تحسي باللي هذاك البصل صاي بريسك طاب وهذاك الثوم طاب والدجاج تاني داخلها طيب 20 دقيقه. عاده نجيبو هنايا اللوبيا تاعنا ونديروها في هذاك مع البصل وكاع، ونخلوها تتقلى حوالي غير واحد 3 دقائق مع داك التقليه اللي درناها هذيك اللوبيا. ومن بعد نمرقوا بالمحامي بالمغالي كيما نقولوا. ديروا الماء هنايا ما تكثروش، ديروا غير شويه غير على حساب الخضره تاعك والدجاج. ما ديباسيش فوق الدجاج الماء كيما نقولوا هكا. ميم هذيك اللوبيا تطلق الماء هكا تاعها وكاع تحسي تجيك مويها وتجيك ماشي شابه. لا حنايا نطيبوها، نديروا الماء تاعنا كيما هكا ونقصوا لها الغاز. كي تبدا تصفر نقصي لها للغاز، خليها تطيب غايه الغايه على غردها. ومن تبقى 10 دقائق تحسي بلي صاي اللوبيا تاعك طابت، تعرفوا بلي الدجاج ما يديش طياب. كي تعرفي بلي اللوبيا تاعك طابت ديري
قوي لها للنار من تبغي تطفي عليها 10 دقائق باش هكا تجيك مجمره وتجيك ثقيله وتجيك بنينه. كما شفتوني هنا زدت الملح، والان نغلق نبلع الكيكوطه تاعي وندير الصفاره ونخليها طيب. كما قلت لكم نقصوا لها الغاز باش تجيكم بنينه، ومام هذاك كنت تزيدي لها الغاز تنشف لك الكيكوطه تاعك، تنشف لك من الماء وما طيبلكش غايه. الا تنقصي الغاز باش تحافظي على هذيك البنه تاع الخضره والبنه تاع الدجاج والبنه تاع كاع تاع لي زيبيس، باش والماء تاعك يقعد المرق. اللي ما تبغيهاش مرقه بزاف معليش تنجمي تاني تقوي لها النار باش تنشف لك شويه. كي اللي تبغي الصوص غير خفيفه هكا قليله تنجمي ديريها تزيدي عليها الغاز باش تنشف لك شويه. كما شفتوني هنا زدت القزبر وزيدي حوالي شويه تاع الثوم، هكا حوالي فص تاع ثوم، وديري لها الا بغيتي تزيدي تبنيها ديري لها واحد جامبو اللي يبغوا هذاك الكيوب تاع مرق الدجاج، ولا ما تبغيش ما ديريش كاع هكا وتجي اروع ما يكون، خاطر فيها الدجاج راهي بنينه بزاف. هذه هي اللوبيا تاعنا تاع اليوم كما تلاحظوا فيها جات روعه، جات بنينه بزاف. ولادي كي كلاوها قالوا لي ماما كي درتها بالخروف ماشي تاع الدجاج. قلت لهم لا راكم تلاحظوا بلي ندير حاطه معها الدجاج. قالوا لي لا اللحم تاع الخروف كليتي اللحم تاع الخروف كليتيه ودرتي لنا الدجاج. قلت لهم راني نقول لكم درتها لكم بالدجاج. اللي بغات تبغي اللوبيا ان شاء الله تدير هذه الوصفه تاعي وترد لي الخبر، واللي تعجبها الوصفه ماذا بكم ديروا لي بارطاج للوصفه هذه. ما غاديش تندموا، راني عطيتكم وصفه ولا اروع، وصفه بنينه بزاف. كما راكم تلاحظوا هذه هي اللوبيا تاعنا جات بنينه وجات مجمره الله وجات المرقه بنينه بزاف. كما راكم تلاحظوا رافقتها بالبطاطا مقليه، توالم معها بزاف. درت لها هكا صاير داير ديك البطاطا، وحطي الدجاج تاعك بغيتي اوفال بغيتي طبسي كبير بغيتي على حسب العائله تاعك. وان شاء الله تسيو هاد الوصفه، راني باغيتكم صراحه من قلبي تسيو هاد الوصفه من كثره البنه تاعها. ما رانيش باغيه الوصفه هذه تهملوها ولا ما تتفرجوهاش. ماذا بيا هاد الوصفه ديروا لها البارطاج على الناس اللي عزاز عليكم واللي تبغوهم، ديروا لهم البارطاج باش كاع ان شاء الله. ما قلتلكمش ما تعرفوش طيبوا اللوبيا، على بالي بلي قاع تعرفوا طيبوا اللوبيا، بصح كل وحده والبنات عيديها. صراحه هذه اللوبيا بدات بنينه بزاف. وهاد الوصفه كيما راكم تلاحظوا فيها تنجموا ديروا بها اللحم تاع الغنمي، كيما درت هكا تاع الدجاج في بلاصتها ديروا اللحم تاع الغنمي. ومره وهكا سقي من الفوق هذيك البطاطا مقليه سقيها بالصوص تاع اللوبيا، وان شاء الله شهيه طيبه. وان شاء الله هاد الوصفه تجربوها، وخاصه متابعيني اللي داري يتبعوني ويعرفوا الوصفات تاعي بلي مضمونين وناجحين. ما بقى لي نقول لكم مع السلامه والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. ودعموا قناتي، راكم عارفين شجعوني باش هكا نولوا نمدوا لكم الاحسن والافضل. مع السلامه الى اللقاء.